السلام عليكم الإخوان والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بالمغاربة الأحرار فيما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وشكرا للإخوان والأخوات اللي انضموا إلى القناة. شكرا للجميع، شكرا الإخوة اللي ما انضموش ينضموا فضلا وليس أمرا، وشكرا للناس اللي كيدعمونا وكيخلوا لي كومونتير، وشكرا للجميع إخوان. وكالعادة وبعيدا عن التفاهة، فدائما وأبدا كما أحثكم فعلى المواضيع المهمة والمهمة ولا اقل ولا اكثر. انا الاخوان كما شفتوا فالضجه اللي كاينه هذه الايامات هذه، وهي ان لم اقول فهي فضيحه من العيار الثقيل لهذه الحكومه ولمنظومه الحكوميه. انتم كلكم الاخوان راكم شفتوا الفيديو اللي تسرب، والفيديو اللي داروا في القناه ديالو المهداوي واللي تكلم عليه، فيديو مسرب وفيديو خطير. الاخوان كلكم شفتوه. كيفاش كتشوفوا الاخوان المؤامره اللي كيديروا هاد الناس على السي حميد المهداوي اللي كيمس يعني بخيوط ديالهم، لان كيجبد لهم واحد الخيوط وكيجبد واحد الاسرار ديالهم اللي ما كطلعلهمش على البال. وهنا غادي نجيو لكلمه الله عز وجل، فان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصركم. هنا الاخوان كتشوف بان الظلم، كل ما طال الظلم الاخوان، كل ما طال الظلم، كل ما كان الظلم الا وعلى كلمه الحق كتبان وكيبان النور معها. هنا الاخوان كما شفتوا، فحامد المهداوي انتم كتعرفوا الاخوان يعني العلاقه المتوتره ما بينه وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وانتم كتشوفوا عارفين الاخوان شكون اللي كيصرح بالتصاريح وشكون اللي كيعطي، ان كتعرفوا بان حميد المهداوي عنده بطاقه صحافه، انه صحافي مغربي 100% كيتكلم في مواضيع وعنده حريه التعبير كباقي الافراد، كباقي الصحفيين اللي حاملين بطاقه الوطنيه المغربيه وبطاقه الصحافه على الخصوص. فهنا الاخوان ثم عارفين لان اللي كيعطي التسريح باش تقدم يعني واحد الشكايه هو رئيس الوزراء، هو رئيس الحكومه عبد العزيز بن خنوش، هو اللي عطاه، اللي وافق ليه باش يوضع شكايه بالسي حميد المهداوي. وهنا لان السي حميد المهداوي ما كانش دائما كيجيب شي حوايج من راسو، الا كيجيب عنده المصداقيه وكيجيب شي كلام او شي فيديوهات او شي وثائق اللي كتكون حقيقه 100%. ولكن هاد الناس ما كيبغيوش اللي يفضح الفساد، كيبغيو باش يكبروا الثروات ديالهم ويزيدوا وما يتكلم معهم حتى شي واحد، يبغيو هما اللي يفرضوا الوجود ديالهم وما يتكلم معهم حتى شي واحد. هنا الاخوان هذا الفيديو هذا هو المؤامره المؤامره اللي كتامر على حميد المهداوي. فهنا كتمس بالصحافه بصفه عامه في المغرب، والصحافه في المغرب كنتمنوا باش هذا الفيديو هذا اللي دار هذه الفضيحه وهذه الضجه هذه الصحافه تولي تقول هي كلمه حق، وتولي تبان الواجهه عند المغاربه، وتنشر الخبر اللي خصو يتنشر حقيقه، ماشي داك يعني اللي كان الناس كيبقاو يتخبوا من وراء الستار وما كيتجنبوا باش يمتنعوا من الكلمه او يمتنعوا باش يصرحوا بشي حاجه باش غير يبقاو زوينين وما زوينين بانهم راهم زوينين هما الحكومه وما عندهم حتى شي دخل بشي حاجه. هنا راه تمست الوزاره، تمست الصحافه وتمسوا حتى المحامون الاخوان، حتى المحامين تمسوا بالكرامه ديالهم. وكنتمنوا باش تكون شي يد في يد وكل يوقف مع حامد المهداوي، لان هذه المهزله هذه خصها توقف. وهاد الناس هادو على نهايتهم، لان بدات الفضائح ديالهم كتبان باش بعد ما شفتوا من قبل شفتوا الهدم ديال القصر الروسي اللي كاين في الطريق ديال بوسكوره والمؤامره اللي كانت ومنين جا البلان. هنا الاخوان غتعرفوا بان الفساد كبير وكبير بزاف ولكن في الاعماق. ولكن للاسف الشديد ما كاينش اللي كيقدر ما كاينش اللي كيقدر يوصل المعلومه. علاش؟ لان هاد الناس هادو ما كيبغيوش المعلومه الصحيحه. لا دابا الان فاش خرج هذا الفيديو، وهاد الناس هادو ماشي ناس يعني عاديين او ناس ما معروفينش، معروفين وكيمسوا بوزاره العدل وكيمسوا بالداخليه وكيمسوا بجميع مكونات الدوله المغربيه. ولكن للاسف الشديد ما خرجش راي هذا الناطق الرسمي باسم الحكومه او شي واحد اللي كيعتمد عليه اخنوش او وهبي عفوا
ويصرح لكم شي كلمه، او يصرح للمغاربه شي كلمه او مغزى الفيديو، او اش كاين من وراء الفيديو، وشنو هو المحتوى، وشكون اللي يقدر يكون سرب هذا الفيديو وعلاش سرب هذا الفيديو. ولكن كما قلت لكم، ان تنصروا الله ينصركم. سير ديرها غير زوينه وراه الله ما يخيبكش. لا حميد المهداوي الله اللي واقف معاه، كاينين المغاربه الاحرار اللي واقفين معاه، كاين المغاربه اللي كيدعموه، والحمد لله. حنا كنقولوا كلمه حق لا اقل ولا اكثر، وما كنضربوا حتى في شي اعراض ديال شي واحد، ولكن كلمه حق كنقولوها وكيتقطع راسنا. كلمه حق غادي نقولوها، لان هاد الناس هادو الاخوان كما كتشوفوهم فما شبعوش، ما قنعوش، باغيين. حتى حميد المهداوي كصحافي بسيط ملي كيخدم غير في اليوتيوب كما قال هو، كما قال عبد اللطيف وهبي، يعني السيد مدبر غير على راسو، ولكن للاسف الشديد والزوجه ديالو راها مريضه ودارت عمليه، الله يشافيها ويعافيها من هذا المنبر، وباغيين يحيدوا ليه الدعم لان عنده الوليدات وكيتخلص عليهم وعنده باغي الدعم. باغيين يحيدوه ليه كما شفتوا في الفيديو، ودايرين عليه مؤامره باش يضربوه في السجن، ودايرين عليه مؤامره يعني باش هذا السيد هذا باش يسدوا عليه كما نقولوا قطعوا عليه الماء والضوء. ولكن للاسف الشديد فالفضيحه كانت فضيحه مدويه وهزت الراي العام المغربي ان لم اقول الدولي، وغادي تلقاوها في دول بان كاين مشاكل كبيره وكاين عدم تجاوب ما بين الحكومه وما بين الصحافه والمحامون وما بين الدوله ككل. لان كتشوفوا دائما وابدا في خطابات الملكيه ديال محمد السادس الله ينصره الله يشافيه ويعافيه كيقول اللي ما بغاش يخدم فيخلي الناس اللي يخدموا. ولكن للاسف فهاد الناس هادو واخا الملك كيقول مسكين خليهم يخدموا، اللي قد القسم راه خصو يأدي داك الشيء والواجب اللي خصو يأديه. ولكن للاسف الشديد هاد الناس كيديروا داك الشيء اللي قال لهم عقلهم، ما كيسمعوش. هاد الناس هادو كيبغيو يقصيو اي واحد تحت منهم، لانهم هما اللي كاينين دابا الرؤوس، هما الرؤوس الكبيره اللي كاينه في المغرب. يعني حتى شي واحد ما يقدر يدوي معاهم. الا مشيتي للوظائف غتلقى غير الوظائف غتلقى غير عائلتهم اللي موظفه. الا مشيتي لاي مجال غتلقاهم غير عائلات ديالهم اللي في ذاك المجالات. مشيتي للبيع والشراء ما تهضرش على البيع والشراء والصفقات، راكم عارفين شكون اللي كيديها، وراه ديجا قال لكم الا بقيتوا تهضروا الله لا بقى واحد خدم في هذا المغرب، وراكم عارفين اخنوش اش قال. هنا الاخوان يعني اش غتسنى نتايا مع هذه الحكومه هذه فيما بعد، او الا تكررت الا زادت. هنا شكون اللي خاسر؟ خاسر هذاك مول 20,000 فرنك، مول 4000 زرقاء، هو هذاك اللي خاسر. شكون هذاك اللي كينتخب على هذه الوجوه هذه اللي في الاخر هي اللي كتبيعو وهي اللي كتدخلو السجن وهي اللي كتامر عليه. هنا ما كاينش الخير. يعني خصك تقول كلمه حق وتا الانتخابات، ولا انك هنا انت هنا في غادي تجي كلمه الامتناع، وما تصوتش احسن لك. ما تشد 20 ما تشد 200 درهم وتمشي تصوت على واحد اللي غادي يخونك او يدخلك للحبس في اخر لحظه. هنا ما خصكش تصوت اصلا انت. هنا خصك تكون نزيه وتكون محايد وما تصوتش على واحد، او تختار واحد اللي يكون في الحق يكون اللي غادي يخدم البلاد، شي واحد اللي غادي يخدم البلاد. علاش ما كنفكروش في هذا الجيل الجديد وما كنفكروش في هاد الناس هادو اللي جايين بشواهد وبوهم حاملين بشواهد ودبلومات كبارين؟ للاسف الشديد فكنشوفوا هاد الناس هادو كلشي هاجروا ارض الوطن، هاجروا الى اوروبا، الى كندا، الى امريكا، الى اسيا، منهم علماء كبار ومخترعين كبار. ولكن للاسف الشديد حتى واحد ما كيرحب بهم او كيعيط لهم يجيو باش داك الشيء اللي في دماغهم تستافد منه البلاد. لا، كيبغيو هما يهربوا بنادم باش ما يبقاش بنادم في المغرب، ما يبقاش عطل غير يبقى عطل غير عليهم هما بوحدهم، ما يعطلش على شي واحد او شي واحد يعاونوا. راكم شفتوا اطباء بغاو يديروا الخير، اطباء بغاو يوقفوا مع المغاربه وتا هما صيفطوهم للسجن. يعني اي واحد كيبغي يدير شي خير ما كيخليوش، يعني ممنوع المجانيه في المغرب. اللي بغى يدير شي خير يديروا في راسو، هما اي كيسمعوا المجان صافي انت العياده ديالك غتسد. يعني شنو غادي يدير؟ غادي يتامروا له وغادي يشدوك. انت كتقول كلمه حق بحال المهداوي او كتفتح الاسرار او كتجيب مواضيع كبيره وكتجيب ناس حوايج اللي كيفضحوهم وبالدليل. هنا ما كيبغيوكش انت تتكلم، كيبغيوك انت تسد فمك. وانا اكيد ان هاد الناس هادو راه يكونوا داروا مفاوضات مع المهداوي، ولكن المهداوي ما تطولهمش في يديهم. المهداوي صلب رجل بكل كلمه، بكل ما في الكلمه من معنى. حنا هنا مع المهداوي ومع اي واحد كيقول كلمه حق، ولكن هاد الناس هادو رشاوي، هاد الناس هادو حقاره، هاد الناس هادو حقروا المغاربه، حقروا اي واحد ما يقدرش يدوي. راكم شفتوا بزاف ديال الامور اللي واقعه وشفتوا السجن كيعمر الاخوان.
والسجن في المغرب راه عامل عن كامل، والطاقه الاستيعابيه ما بقاتش الاخوان، راه فاقد الطاقه الاستيعابيه في المغرب. وراكم عارفين عدد السرائر اللي كاينين في السجون مكتوبين، وفاتت السرائر الاخوان بتقريبا ب 15 او 20%. فاتت يعني اكتظاظ كاين في السجون. وللاسف الشديد ما بغينا هذه المهزله توقف، وتوقفها محمد السادس الله يحفظه وينجيه. بغينا هو اللي يوقف هاد الناس. راه ما كاينش اللي يوقف هاد المهزله من غير محمد السادس، من غير ملك المغرب، من غير شي حاجه. راه ما كاينش اللي غيوقف هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو راه كياكلوا الشعب. يعني هاد الناس هادو راه كياكلوا المواطن. هاد الناس هادو راه ما غيخليوش المواطن فين يزيد. وزيد وزيد وزيد. كاين بزاف ديال المواضيع خفيه، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كيبينوهمش، ما كتبانش. علاش؟ لان الناس كتخاف تبين. راه بزاف الناس كتندزها مع الطريق وكتصور على الحجر وما تقدرش تلح الفيديو. علاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي؟ لان كتخاف من هاد الناس هادو. هاد الناس هادو ولاو بحال التماسيح، يعني اللي بان قدامهم كيعطيوه. انتم شفتوا المؤامره، وكنتمنوا باش يكون الحكم عادل، وباش الله عز وجل هو اللي ياخذ الحق في هاد الناس هادو، لا اقل ولا اكثر. ومحمد السادس هو اللي يتدخل ويفك هاد الحريره، يفك هاد القضيه هادي اللي عويصه بزاف. وهذا الشيء هذا راه غير شويه من بزاف. هاد الفيديوهات اللي بانوا لكم راه غير شويه من بزاف. ربي اللي كيبغي يفضح الظالم. الفيديو تسرب. اذا هذه فضيحه من العيار الثقيل. وكنتمنى للمغاربه باش يعرفوا اللي عليهم وما عليهم، ويعرفوا اشنو اللي تابعهم. ولهذا الاخوان استودعكم الله، واقول لكم ما تثقوش في هاد الناس هادو المره الجايه، وصوتوا على اللي يصلح. ما تشدوش 200 درهم، راه غادي تندموا على حياتكم في هاد السنوات اللي جايه. وثيقوا بيا. الى هنا اودعكم. والناس اللي ما مشاركاش في القناه اشتركوا، والاخوان خليوا شي لايكات وخليوا كومونتير باش الفيديو يطلع ويوصل للجميع.